الأسد شو وضعه؟ الأسد هيدي السنة راحته وقوته شخصية، يعني بيته بيعمر، بيته، عائلته، أحواله الشخصية بتعمر، علاقاته الشخصية كلياتها، علاقاته الشخصية العائلية بتعمر، مش الشخصية أصحابه هيك. بيته بيرجع من سفر، بيسافر، بده جنسية بيحصل يمكن عليها أو بفكر يقدم على جنسية. هيدي السنة مولود بشر الأسد بيرجع إلى ذاته، يمكن بيرجع لضيعته، يمكن بيرجع بيعمر بالضيعة، يمكن بيفهم وبيتفهم قديش حلو الإنسان يكون عنده جذور، قديش كان ضايع صار له، مش إنه ضايع، عم بيبرم وعم بيشوف هالدنيا مثل ما بنقول نحن. هيدي السنة بتحسيه إنه يستقر بعمل، يستقر ببيت، يستقر بعلاقاته، يتزوج، يرتبط، بحب، بينغرم، بحس حاله انه بحاجه الى الحميميه مع الاخرين. عنده وعي للذات، يعني لحاله. عنده عوده للذات، عنده مصالحه مع الذات، عنده مصالحه مع الاهل، عنده مصالحه مع العائله، عنده بيوت. والبيت هو البيت، مش ضروري البيت الحجر، هو البيت يلي الانسان الدفى، يعني دفى العائله، مش حتى انتماء، يعني هو الانتماء، هو العودة إلى الذات، هو النتيجة. كلنا بيتنا هو جوات ذاتنا، صح، بده يرجع لجوا، لأنه هيدا الشيء اللي بده يفهمه ويستوعبه مولود بشر الأسد، لأنه السنة إذا ما تصالح مع ذاته بيكون خسر الفرصة الثمينة يلي 2018 عم تقدم له إياها. مين كان الأكثر تعبا السنة الماضية؟ أكثر تعبا السنة الماضية قوس، كان واصلين له على كل حال. طيب الأسد قلت إنه بانتظاره، لكن أكثر شيء نجاح عائلي وبإطار علاقاته البيتية اللي داخل عائلته المباشرة. صحيح، حتى بعلاقاته الضيقة بالمكتب أو بالجامعة أو بالمدرسة مع أصحابه اللي كتير قريبين صوبه، الهارد كور اللي عنده إياه، أصحابه الحميمين، حتى بصير في عنده سيركل شوي أكبر من هيك، لأنه بلش يعطف على الآخرين، بحس إنه قديش حلوة هالعلاقة الحميمة الدافئة مع الآخرين، فبالتالي بيته بيكبر. بيته هو السيركل، الكومفورت زون اللي الانسان بيعيشها، مش ضروري البيت الحجر كنا عم نحكي، الكومفورت زون. مولود بشر الاسد بسنه 2018 عنده كومفورت زون كثير حلوه، ها هي المكافاه له، ما يسمى يعني ما بعرف اذا صح الرمزيه، يعني المنطقه اللي بيرتاح فيها، يعني اللي بيرتاح فيها، المحيط اللي بيرتاح فيه، المحيط اللي بيرتاح، يمكن بيته، يمكن يقرر يا خيي انا ماني اصحاب القراب، انا ماني مبسوط هون، بدي اروح على غير مدينه، طول عمره انا بيحلم يروح على غير، بيحب خيي، بيروح بيقول خيي شو مبسوط، يعني رح بيلاقي الملاذ الامن. حكيت عن الغيمه اللي قطع على الحمل، قطع على شي حدا فيهم غيمه كمان قاسيه بشي محل؟ الغيمه مارقه شوي صغيره عند الثور، وبس. جوزاء زامت، والسرطان عنده زامت. والاسد كمان السرطان عنده شيء كمان، غيمه عابره، عنده غيمه عابره، مش للكل، بس مش للكل، في مواليد كثير قليله من كل الابراج اللي ذكرناها. ما حاسالك اذا بيختلفوا عن اول السنه من اخر السنه، لانه يوجولي كمان بتقولي احيانا انه بيختلفوا كل شهر بيختلف، كل اسبوع بيختلف. انا بعطيك بشكل عام التفاصيل طبعا الكتاب حاطه كل شهر مين، كل شهر مين بيتعب ومين بيرتاح، مين بيتعب مين بيرتاح، واي نهار احسن من اي نهار ديفينتلي. طيب اذا بدنا نحكي عن يعني النجم اللامع، انت قلتي انه العاطفه كان اكثر من الصحه والمال السنه صحيح، بعائلته مثل ما حكيت، بعائلته مع حاله، في راحه، في طمأنينه. بس هذا شيء كثير حلو، يعني اذا حابب يشتري بيت بيشتري بيت، اذا عم يدور على عقار، اذا حابب يبيع شيء ويشتري شيء، هيدي سنه مربحه جدا بالنسبه للاسد. وعلامته الاسد بعطيه كمان شيء 8 على 10. علامته منيحه لحد هلا كلياتهم، يعني عندهم سنه صحيح، بشكل عام كثير حلوه ممتازه، يعني اكثريه الابراج عندهم سنه كثير حلوه. مين